صباح الخير، صباح الفل، صباح السعادة، صباح الرضا عليكم وعلى عيونكم. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنعمل بقى النهارده يا ولاد روتين قوي كده من الصبح. هنقلب الدنيا كده وننضف الدنيا ونطلع الفرش بتاعنا ان شاء الله في الشمس كده. همسح بقى كده السور بتاع البلكونه، وهكنس كمان الارضيات بتاعتها، وهنضف كده الكنبه بتاعتها دي. انا حاطه فيها كنبه كده هنا كنا بنقعد عليها في الصيف. فهنضفها برضو كده بقى. وهمسح الترابيزين كده والسور بتاعها، عشان لو تراب اي دبان اي كلام من ده. وهحط بقى الفرشة ونشوف مع بعض. عليه الصلاة والسلام. هنضف بقى البرامق دي كده بتاعتها برضو، عشان لو اي تراب اي عفرة فيها. ودي كده فوطة جايباها فيها مية بلاها كده. همسح بقى الترابزين كده بالشكل ده كده. الشمس حلوة النهاردة، فقلنا نطلع بقى نطهر كده الفرش بتاعنا في الشمس. همسح بقى كده الترابزين ده كله، علشان ايه؟ يبقى معايا نضيف. واحط بقى ايه؟ البطاطين والحاجة معانا هنا تتطهر. صلى على الرسول كده عليه افضل الصلاة والسلام. صباحكم فل ان شاء الله. هكنس بقى كده الارضية بتاع البلكونة كده، عشان ما يبقاش فيها اي تراب ولا اي عفر. تمام. هي نظيفة يعني، انا كنت مسحها برضو، بس عشان لو في اي تراباية فيها ولا اي حاجة بالشكل ده. صلوا على الرسول كده يا ولاد عليه افضل الصلاه والسلام. وقوموا كده تنشطوا يلا، وتجدعنوا كده ونضفوا اللي وراكوا. ان شاء الله النهارده الخميس، بكره الجمعه، عشان يبقى يوم الجمعه كده عندنا اليوم ايه؟ فاضي، ما يبقاش زحمه عندنا. نعمل كل يوم حاجه كده ان شاء الله. هلم بقى ده كده، وهجيب بقى البطاطين واحطها كده في الشمس. حطيت كده البطاطين في الشمس اهي. تمام. بتاع اوضه الاطفال بقى ان شاء الله هحطهم في البلكونه التانية. بعد كده بقى هلم بقى السجاد ده اللي في الطرقه دي كده. انا زي ما قلت لكم نضفت معاكم قبل كده المدخل الريسبشن. فهنضف بقى معاكم الجزء بتاع الغرف والمطبخ وكده. هشيل بقى السجادتين دولت كده الطول دول، علشان ايه؟ نطلعهم بره في الشمس برضو. وهلم بقى المشاية برضو الطويلة دي كده اللي قدام باب الأوض. هلمها بقى معاكم كده بالشكل ده. تمام. عشان برضو ايه؟ انفضها من اي تراب واي حاجه. كل اسبوع بعمل الحركه دي، لكن كل يوم بكنسها كده بالمكنسه. تمام. هبدا بقى الاول بالاوضه ديت بتاع ابني الكبير. هبدا ان انا ارتبها كده وانضفها. شايفين الدنيا كلها مكركبه اهي. هظبطها كده بقى وننضفها مع بعض. ايه رايكم يا ولاد؟ عندنا طبعا كلنا هذا الكائن اللي هو النيش، زي ما احنا شايفين كده اهو. النيش ده انا قلبته زي الدريسنج كده، حطيت فيه الهدوم بتاع ابني وكده اهو. شايفينه شكله عامل ازاي؟ حلو جدا. طبعا كلنا عاملين زي الدريسنج كده. وفي ازاز وباين يعني الهدوم فيه زي الدريسنج، فحطيت فيه كده ايه؟ الهدوم بتاعت الاولاد وكده، لان مش حابه فكره النيش يعني. هشيل بقى السجاده دي كده وهحطها انفضها. وهشيل بقى فرش السرير ده كله. طبعا انا كنت الاسبوع اللي فات فرشت الدفايات، فهشيل بقى كل الكلام ده كده وهغير الفرش كله ونغيره مع بعض ونرجع تاني مع بعض. لميت بقى الفرش كله اهوت. هبدأ ان انا هنفض كده السرير آه، كده عشان لو في تراب. تمام. وهنرجع ننضف برضو النيش بقى بالشكل ده كده، عشان لو في اي تراب برضو هننضفه بالشكل، عشان يبقى الأوضة أجي أفرش بقى السراء الملايات بتاعتي، تبقى الأوضة نظيفة زي الفل. هشيل برضو المفرش ده اللي على الكومود ده، لأن المفرش مش نظيف، وهغيره. وهكنس بقى الأرضية، وهفرش معاكم السراير، وهنمسح مع بعض ونشوف مع بعض. كده يبقى انا فرشت الملاية اهو بالشكل ده كده. هفرش بقى عليها الدفاية دي كده من فوق عشان تدفي طبعا الأولاد.
وكده خلصت الفرش بتاع الاوضه يا بنات اهو. ايه رايكم بقى؟ والله يا ولاد النظافه حلو. ايه رايكم؟ وحطيت هنا بقى كمان المفرش اهو، شلت المفرش التاني وحطيت المفرش ده مكانه. ما عادش بقى فاضل كده اللي هنمسح بس الاوضه وكده تمام. يلا لايك وشير كده للفيديو وسبسكرايب للقناه بتاعتنا، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وكده الاوضه خلصت اهي، منظر الاوضه شكلها بعد ما خلصت. لايك بقى للفيديو ويلا نشوف هنعمل ايه تاني. كده بقى هندخل على غرفة الأطفال. شايفين طبعا الأولاد مش راحوا المدرسة. هنشيل بقى كل الفرش دوت والأرضية برضو. هنطلع نكنس البلكونة برضو بتاع الغرفة، وهنمسح السور بتاع البلكونة، ونطلع الفرش برضو في الشمس والمخدات والكلام ده كله، ونغير الدنيا دي كلها. هكنس بقى البلكونة دي الأول كده تمام. هكنسها الأول وبعد كده ايه نمسح بقى سور الترابيزين بتاعها ده كده، ونحط لها الفرش بتاعنا. هي اي نعم البلكونه هنا صغير بس حلوه، انا بنشر فيها برضو، بنشر على السطح، ويعني حلوه نفعاني برضو في الغرفه. خدت جزء كده صغير من الغرفه وعملتها بلكونه. هكنس بقى واشيل كده التراب بتاعها كده ونرميه وننضف البلكونه ونحط فيها الفرش بتاعنا. هشيل بقى اول المشايتين دول هنفضهم تمام. وطبعا مشغلين كده في الاوضه هنا على القران. هشيل بقى السجادتين دول كده اول هنفضهم ونحطهم برضو في البلكونه يتحمصوا كده معانا ويتشمسوا. طلعت كده السجاده اهو فرشته، وطلعت كمان البطاطين فرشتها في الشمس اهي، واللحاف ده. ودي القطه بتاعتنا الحلوه دي كوتشي كوتشي قاعده بتتشمس هي كمان. قبل ما اشيل بقى الفرش ده كله كده، في هنا برضو جبس كده هبدأ ان انا انضفه برضو كده من الفراغات اللي فيه، علشان ما يبقاش فيه عنكبوت ولا فيه عفرة ولا اي كلام من ده. هنضفه بقى برضو كده من التراب. شلت كده الفرش بتاع السراير اهو بالشكل ده. هبدأ ان انا هنفض بقى السراير كلها، واشيل كده اي اتربة من عليها برضو بالشكل ده. وهنعمل برضو السرير التاني بنفس الطريقة. هكنس بقى برضو الارضيات، وهجيب بقى ميه ونمسح، وهنشوف برضو هغير الفرشه كده وهنشوف شكلها. نكنس بقى الاوضه تمام اهو، وهنلم بقى كده. طبعا عشان الاولاد قاعدين كل قعدتهم هنا في الاوضه، فبتلاقي فيها تراب وبتلاقي فيها ورق وحاجات من دي، لا من بتاع الاولاد والكلام ده كله. هلم بقى ده كده، وهجيب بقى نفرش السراير مع بعض ونمسح الاوضه. وكده فرشت يا بنات السراير اهو تمام. فرشتها، وهجيب بقى الدفايات احطها عليها برضو. انا يعني بصور معاكم كده لان التصوير بتعب بجد وبيأخرني في الوقت، فانا بصور معاكم ويعني ايه، وطبعا كلنا عارفين احنا بنعمل ايه. بصور معاكم ما ينجز كده وما يمكن انجازه معاكم، وبس يعني بعرفكم انا بعمل ايه واحده بواحده. غيرت كده الفرشه، وحطيت كمان مفرش جديد برضه اهو، وغيرت كل حاجه، ومسحت التلفزيون وحطيت عليه، مسحته كله كده وزي ما احنا شايفين، والمفرش نضيف وزي الفل. همسح بقى هفرش الدفايات وهمسح الارضيه وكده تمام. اهو يا بنات كده خلاص تمام. انا فرشت اهو الدفايات على السراير. قولوا ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في النظافه؟ بجد حاجه كده تحفه. نعمل بقى كده الملايه. ايه رايكم؟ لايك بقى وكومنت حلو منكم كده وتشجعوني، عشان غير ربنا يكبر بخاطرنا جميعا يا رب. احنا بنتعب في الفيديوهات دي والله، والحمد لله. يلا بينا بقى نخلص الغرفة كلها وهوريكم الشكل النهائي. كده بقى خلصنا الاوض. هنطلع بقى نكنس بقى الطرقة بتاعت اللي قدام الغرف دي كلها كده تمام. هنكنسها بقى كلها برضو عشان يبقى كله، نمسح كله كده مع بعضه بقى تمام. برضو ده كده بالمسك كنس عشان لو عليه اي تراب اهو.
هكنس بقى الطرقه دي كلها كده. انا حاطه التلاجة هنا، وده المطبخ كده، ده البار بتاع المطبخ. هكنس بقى كله بالشكل ده لغايه ما اخلص، وهنجيب بقى نمسح برضو مع بعض. كده خلصت النص ده كله كنس. هبدأ بقى ان انا هجيب النص ده كله برضو، وانا جاية كده من هناك كده بقى على المطبخ، عشان طبعا الريسبشن زي ما احنا شايفين احنا منضفينه قبل كده. تمام. هجيب بقى كده برضو وهكنس بقى من وانا جاية هنا كده على المطبخ برضو. تمام بالشكل ده كده. يلا خلص بقى كنس وارجع لكم. جبت بقى ميه، حطيت فيها معطر وحطيت فيها كلور، وهبدا ان انا همسح بقى الاوض الاول. تمام. وهطلع بقى على الطرقه هنا وهغير الميه بعد ما امسح الاوض، هغير الميه بقى للطرقه. نبدا بقى ان احنا نفرش يا بنات. خلاص احنا كده مسحنا ونضفنا الدنيا كلها. هنبدا ان احنا نفرش بقى ان شاء الله كده ايه الطرقه بتاعتنا. وكمان هنفرش بقى برضو الناحيه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرشنا بقى خلاص الطرقه دي طبعا، والبرد احنا مسحناه. تمام اهو كده الطرقه كده اهي بالشكل ده. وكمان عندنا المطبخ نضيفه زي الفل، مفيش عليه اي حاجه، منضفاه زي الفل برضه اهو. هنعمل معاكم مع بعض روتين بقى عشان الشفاط والشباك ده. يلا بقى هنفرش بقى مع بعض الاول. فرشت كده المشايه دي كده قدام باب الحمام طبعا، عشان اللي بيخرج من الحمام ما يبهدلش الدنيا. وكده الاوضه فرشت كمان اهي السجاده دي ودي. وكده الاوضه خلاص بقت معايا زي الفل، بقت معايا نظيفه وزي الفل. ايه رايكم؟ نستاهل بقى كومنتات حلوه ولايكات حلوه وسبسكرايب للقناه ولا لا؟ يلا حطوا لايك بقى للفيديو وسبسكرايب للقناه كده، وادعوا لنا ربنا يكبر بخاطرنا ويوفقنا. احنا تعبنا النهارده في الروتين، فكنت هعمل معاكم واكمل بقيه الروتين ان انا اطبخ معاكم، بس بصراحه ايه هعمله لكم في فيديو تاني باذن الله. يلا بقى بينا كده نشغل بخور حلو كده، نحط بخور كده في المبخره الجميله دي بتاع الكهرباء دي. هحط بقى الفيشه بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بقى ريحه الشقه بتاعتك كده حلوه، وتبخري شقتك بقى، وهتبقى الريحه كلها في قلب الشقه. وخلاص كده تمام. الفيديو بتاعنا خلص. لايك وشير وكومنت حلو منكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.